تفتكروا ليه كلمة إن إحنا كبرنا بتبقى أوقات تقيلة أوي على قلبنا؟ أنتوا عارفين لقيت نفسي باقول لأهالي صحاب ولادي اللي هم في سني uncle وطنط. إيه ده؟ ده خلّاني أقف وأفكّر عند حاجة مهمة أوي. هو أنا النهارده وأنا 40 سَنة وخلاص داخل على ال41 زي الشخص اللي أنا كنت باشوفه زمان وأنا صغير عنده 40 سَنة؟ الراجل الكبير الكُبّرة الكُمَّل ده قدّي أنا دلوقتي إزاي؟ أوقات باقعد مع أخواتي اللي هم أصغر منّي يعني 15 و17 سَنة، فرق محترم، فرق كبير، وابقى قاعد معاهم هم وأصحابهم وبنهرّج وبنضحك وبتاع، وبعدين مرّة واحدة ييجي كده هاجس في دماغي، حبيبي أنت من جيل مختلف، ما تسيبهم يقعدوا براحتهم، أنت قاعد معاهم ليه؟ واللي هو لسان حالهم أنا متأكد هو جده ده قاعد معانا بيعمل إيه بالضبط، اللي هو حبيبي دول ناس بيهادوا بعضهم بماتشا وchocolate من موكو وما أعرفش إيه، إحنا بنهادي بعض بفولتارين، أنتم فاهمين إحنا فين أصلًا؟ فتعالوا أمّا نفكّر كده مع بعض، إحنا ليه الكلمة دي، كلمة إن إحنا كبرنا، كلمة بتخوّفنا وبتضايقنا وبنحاول إن إحنا نهرب منها بأي شكل ممكن. خلّوا بالكم إن إحنا مش بس بنتعامل مع السِن هنا، إحنا بنتعامل مع نظرة المجتمع للسِن الكبير. منظمة الصحة العالمية عندها مصطلح بتستعمله اسمه ageism لو أنا بانطقه صح. التقارير العالمية بتتكلم على إن عدد كبير جدًا من الناس عندهم نظرة سيئة للكِبَر في السِن. المفاجأة بقى إن في أبحاث نفسية بتقول إن ناس كتير لمّا بيوصلوا سِن ال40 بتحس إن هي أصغر من عمرها الحقيقي بحوالي 20%. أنا عمّال أقول يا رب أنا باقول لأهالي صحاب ولادي uncle وطنط، أنا باقول لأهالي صحاب إخواتي uncle وطنط، ما علينا. فإحساسك إنك أنت صغير أو بتصغر ده مش هروب، ده إحساس طبيعي جدًا بيعدّي علينا كلّنا لمّا نوصل تقريبًا قُرب سِن ال40. ده حتى رمضان وإحنا صغيرين كان ليه شكل مختلف. كنا بناخد الفوانيس وننزل الشارع ونقعد نلعب بيها ونتخانق ونحط الشمعة، دلوقتي شكل الفانوس اتغيّر. كنا زمان بنستنى رمضان عشان لمّة العيلة والفطار، دلوقتي بنستنى علشان ال7000 مسلسل اللي موجودين على كل الplatforms الموجودة. العيد، العيد نفسه كنا زمان بناخد العيدية فبنتبسط بيها وننزل ونشتري، دلوقتي إحنا ما بناخدش عيدية، كبرنا. تفتكروا هو ده سبب إن إحنا مش عايزين نكبر؟ إحساس إن إحنا بقينا مُحمّلين بمسؤوليات إحنا مش عايزينها أو حاسين إن هي أكبر مننا؟ اللي هو على رأي مسرحية سُك على بناتك يا صغيرة على الهَم يا لوزة. طب خلّيني أسأل السؤال من زاوية مختلفة، هل معنى إن إحنا بقى عندنا نضج أعلى أو كبرنا في السِن إن ده equal حياة أقل؟ الأبحاث اللي اتكلمت عن التقدم العاطفي كانت بتتكلم على نقطة مهمة أوي، إن مع العمر بييجي حاجة اسمها تنظيم المشاعر، يعني من الآخر هي مش حياة أقل، هي حياة رتمها أهدى، يعني من الآخر النضج غالبًا مش انطفاء، هو بس تغيير في الريتم وفي الإيقاع اللي إحنا بنشتغل بيه وبنعيش بيه حياتنا. طب وليه بيحصل ظاهرة عبد الباسط حمودة أبُص لروحي فجأة لقيتني كبرت فجأة تعبت من المفاجأة؟ اللي بيحصل ليه بنحس إن إحنا كبرنا مرّة واحدة، ده مفهوم اسمه allostatic load يعني wear and tear يعني عوامل التعرية. بيحصل إنك أنت بتعدّي حاجة ورا حاجة ورا حاجة ومرّة واحدة تكتشف إن السنين عدِّت ولأ ده أنا كبرت، ما باحسّش بمراحل الكُبر، بس باحس مرّة واحدة إيه ده! هو أنا بقى عندي 40 سَنة؟ على رأي محمد منير امبارح كان عمري 20 أنا ما لحقتش. وزي ما قُلنا من شوية، هي الفكرة بتبقى أوقات كتير خوف من المسؤولية اللي محطوطة عليّا، أنا مش خايف من الكِبَر، أنا خايف من الload الهَم اللي بقيت أنا مسؤول على إن أنا أعمله وأغطّيه. في نظرية اسمها self determination theory الاتنين اسمهم راين وداكي. النظرية دي مبنية على 3 حاجات أساسيين. أول حاجة autonomy يعني إحساس إن القرار قراري أنا، أنا اللي عليّا إن أنا آخُد القرار. تاني حاجة الcompetence هل أنا قادر إن أنا أنفّذ ده وأعمل ده والّا لأ؟ وتالت حاجة relatedness
هو إن أنا related وموجود ومُحاط بناس شبهي أو فاهمين اللي أنا باقوله والّا لأ. يعني غالبًا كده طلعت المسؤولية مش بتخوّفنا، اللي بيخوّفنا إحساس إن ما فيش اختيار، إن ما فيش دعم، إن ما فيش ناس شبهي موجودين حواليّا. طب ليه أغلبنا الطفل اللي جواه بيظهر في لحظات معيّنة جدًا، وبنبتدي نقلب أطفال، وبنبتدي نقلب بنزعل، وبنبتدي نقلب sensitive زيادة عن اللزوم، أو لو أنتم زيي بتبتدوا تقلبوا هُبل قدّام الليلة الكبيرة؟ الإحساس بالتهديد بيفعّل دايرة الأمان. عشان كده الطفل اللي جوانا هو ما بيبقاش مشي خلاص وروّح، هو موجود، بس مستني الإذن إن هو يطلع. وأول لمّا بنبتدي نحس بنوع من أنواع التهديد، تهديد على صحتنا، على حياتنا، على نفسيتنا، على راحتنا، على أي حاجة موجودة في الدنيا، حتى ولو تهديد على ناس بنحبهم أو على الlife style العادي بتاعنا، بيطلع دايرة الأمان بقى بتاعتي تبتدي تظهر. لأ أنا عايز أرجع طفل تاني أيام ما كنت مبسوط، لأ أنا عايز أرجع تاني أتفرّج على كرتون أصل أنا كنت باحبه. عشان كده وتلاقينا مرّة واحدة ابتدينا بقى نغني بكر، بكر، أو تخيّل أن الكون لا طعم له أو لون، أو أن التلفزيون من غير سبيستون. غالبًا أنتم ضحكتوا أصلًا لمّا أنا قُلت الجملة دي صح؟ الناس اللي في سنّي. دونالد وينيكوت وهو طبيب أطفال ومحلل نفسي قال حاجة مهمة أوي. في اللعب الإنسان ممكن يكون مبدع حقيقي، وده لإن إحنا بنرجع أطفال تاني، بنرجع حاسين إن إحنا ما كبرناش. أنا مهما كبرت صغير، بنرجع نسقط كل الحاجات اللي ممكن تكون محددانا، مقلقانا، مخوفانا، ونرفع تاني وندخل جوه دايرة الأمان تاني، فيظهر روح الإبداع الحقيقية اللي موجودة عندنا. فاكرين في أول الحلقة لما سألنا ليه كلمة كبرنا بتخوفنا وبنحب نحس دايما إن إحنا صغيرين؟ يمكن لأن في جزء جوانا لسه محتاج يحس بالأمان فعلا عشان يقدر يظهر ويقدر يدي ويقدر يتعايش ويعيش. وخلينا متفقين إن النضج مش خسارة، ومش كبر في السن وعجز. النضج إن إحنا نوازن ما بين المسؤولية وما بين الطفل اللي جوانا، اللي جواه رغبة إنه يطلع في أوقات معينة. قولوا لي أنتوا بقى، كلمة إحنا كبرنا دي بتضايقكم وتخوفكم والّا لأ؟ اكتبوا لي في comments تحت. وطبعًا ما تنسوش تعملوا follow وsubscribe وshare والجرس وكل الحاجات اللي إحنا متفقين عليها.